برنسيسا كتفوز بسياره في لاله العروسه. الصراحه هذا الخبر هذا اللي فرح بزاف ديال المغاربه وبزاف الناس اللي كيبغيو برنسيسا. هذا الخبر هذا اللي كيروج حول مواقع التواصل الاجتماعي، كلشي كيقول لك برنسيسا غادي تفوز بلقب لاله العروسه، برنسيسا غادي تفوز بسياره، ولكن ما عرفناش لان البرنامج مازال حاليا مازال خدامين عليه، يعني ماشي البرنامج مسجل قبل ولا شي حاجه، البرنامج مازال حاليا لان خرج واحد اللايف من عطاوهم يديروا لايف ويختاروا شكون اللي غادي يسير دار العرسان في هذه السيمانه هذه. هذا اللايف هذا كانوا فيه مجموعين كاملين، يعني اللايف مازال جديد وكل شيء اختار طنجه، كل شيء كيقول طنجه طنجه طنجه، هما اللي يسير، يعني عطاوهم غير دقيقه فين يكون التصويت ديال الجمهور، وكل الجمهور كامل كان كيقول غير طنجه، لانه كل شيء كان كيبغي هذه الفرصه هذه باش تيحلو، باش يكون شي تصويت ولا شي حاجه باش يدي لقب لاله العروسه برنسيسا ولا اي حاجه تكون للبرنسيسا. المهم الحمد لله ان الحب ديال الناس ما كيتشرى ما كيتباع، الا بغاوك الناس راه صافي، راه ربي حبب خلقوا فيه، يعني كتشوفوا هذا الحب هذا اللي حبوه هذه البنيته هذه، لا حماتها لا راجلها، ولكن من هذا الشيء هذا كامل الناس اللي كيكون قلبهم حنين قلبهم طيب كيبغيو الخير للناس، ربي هكا كيجازيهم. انتم شفتوا يعني هذا الكوبل هذا كوبل مازال عاد بادي، يلا عاد بادي، بالعكس هذا هو اللي خصنا نوقفوا معاه، خصنا يدي هذا اللقب. الصراحه الا ما داش ماشي مشكل، ولكن كنتمنوا انه يديهم، لانه هما اللي كوبل عاد باديه عاد قال بسم الله. راه حنا كنشوفوا فرص العمل ما كتتيحش لكل شيء، كتلقى بنادم كيقرا حتى كيشبع، في التالي ما كيلقى راسو ما دار لا صنع على حتى شي حاجه. كتعرفوا بان كيخرج بان اخبار كيقولك بان يعني هو كان في الخيريه، بحكم انه الظروف ديال المعيشه راكم عارفين الباديه وكذا، يعني ما الدري كتخلي اللهم يقرا في الخيريه ولا يقرا في شي جمعيه ولا هذا، ولا تخلي تشوفي ولدك ما كيقرا ما حتى شي حاجه، يعني هادشي اللي كيروج حاليا كيقولك بانه، وكيف ما كان قال هو في البران، قال لا انا تلاقينا اول صوره درناها في الخيريه قبل الخيريه اللي كنت فيها انا، يعني هذا الشيء راه كيختم الكلام ديال انه واش كان في الخيريه ولا لا. المهم بالنسبه لهذا الكوبل هذا يستاهل. اما الكوبل ديال تارودانت ما عرف شنو داروا شنو داروا، شي حاجه اللي داروها باش خلاو المغاربه كلهم يكرهوهم، كلهم ما كيحملوهمش، كلهم ما عندهمش معاهم، كلشي كيقول لك يا ربي يخرجوا، يعني صعيبه بزاف باش يكرهوك المغاربه كلهم، راه صعيبه، وباش يحبوك المغاربه راه مع خصك تكون مرضي الوالدين، وخصك تكون كتبغي الناس وكتبغي الخير للناس واللي في قلبك على لسانك وبزاف، لا بغيتي الناس يبغيوك. والصراحه لاله العروسه لعبوا على نقاط بزاف اللي هما ان يعني يكون شي واحد مشهور في لاله العروسه باش المشاهدات تزاد، وحنا خير دليل ان حنا كنشوفوا بان برنسيسا عندها واحد الطبقه جماهيريه اللي كتبغيها، كاين اللي كيبغيها كاين اللي ما كيبغيهاش، المهم عندها متتبعين. الا جيتو تشوفوا راه عندها المتتبعين من بزاف ديال الناس، سواء بغاو ولا مبغاوش كيبغيو يدخلوا يشوفوا برنسيسا كيفاش كتعامل في البرنامج، كيفاش كتعامل في دار العرسان، وهذا الشيء كيخلي ان الناس يشاهدوا البرنامج اكثر. وهذه هي النقطه اللي لعبوا عليها، نلعبوا على داك النقطه اللي شافوا داك السيده دارت البوز العام اللي فات، داك حجيبه هي والزوج ديالها، لان كانت عندها خلاف مع العكوزه ديالها، جابوها في البرايم الاول باش تسير دار العرسان. راه شفناها خرجت وكتقول كلام زوين في برنسيسا، قالت لك بان داك الشيء اللي كيديروا معاها راه ما يمكنش، قالت لك بان الحنه عادي، الحنه راه ما كتلصقش في الماكله، يعني راه الحنه فوا كتحيدي لها القشره هي راه ما كتبغيش تزول لك من يدك، راه الكيس ومده طويله بالماء وعاد تزول لك الحنه، قالت لك ولكن داكشي اللي كانوا كيديروا مع داك السيده راه ما يمكنش. المهم من هادشي هذا كامل ان الى الله بغى يحبب الخلق ديالو في العباد ديالو، راه فرمشه عين، ولكن خصك تكون قلبك ابيض، تكون ما كتحسدش الناس، ما كتبغي الخير للناس، يعني كيف ما انت باغي تفوز حتى هذاك راه باغي يفوز، كيف ما انت باغي تربح واحد السياره حتى هذاك باغي يربح ديك السياره، كيف ما انت باغي تربح عمره للام ديالك حتى هذاك باغي يربح العمره للام ديالو، ولا كان بنادم هكا كيحسبها هكا عادي. وهذه هي الروح ديال المسابقه، الروح ديال علاش غادي نتعاملوا مع برنسيسا حيت هي في مواقع التواصل الاجتماعي، علاش غادي نتعاملوا معها معامله بحال هكاك؟ الا كانت هذه نقطه من النقط اللي تارودانت كيتعاملوا معها بداك الطريقه، علاش
يعني راه بنادم ما عمرو ياخذ واحد الحكم مسبق على واحد الشخص. راه بزاف الناس اللي كنت كنشوفهم بان كيقول لك كانوا واخدين فكره على برينسيسا غالطه حيت هي في السوشيال ميديا وكذا، ولكن بعد ما عاشروها، بعد ما هضروا معاها، بعد لقاوها حنينه بزاف وظريفه وبزاف. المهم الخوت، كنتمناو ان الخبر ديال ربحوا سياره انه يكون خبر حقيقي، لانه يستاهلوا كل خير. وهذا ما كان. والصراحه واش كتفرجوا في دار العرسان، سيروا شوفوا داك الام ديال البرنسيسه. انا كنقولها ما حيت يعني راه كتحسبها بحال ما، يعني العكوزه ما كتكون كتحسب عروسها بحال بنتها، راه صافي ما كتبقاش فرق ما بينها وما بين امها. يعني سيروا شوفوا حمات ديال ولا عكوزه ديال برنسيسه كتغني لهم في بلاطو، ومسكينه حيدت السنان وقيله حيت لان اللي كيكون كيركب السنان راه صعيبه يقيب بهم النهار وما طال. راه غادي يكون غير اللي مجربها اللي كيركب لاباراي ديال السنان. يعني هي كحيداتهم وارتاحت وجالسه تغني لهم. غير حاجه واحد النقطه الصراحه ما عجبتنيش، واش نتوما متفقين معايا خواتاتي، هي ان علاش كيعطيوهم واحد المبلغ ديال بحال 100 يعني 3000 ريال بحال هكاك، هي اللي يدوزوا بها السيمانه. واش 3000 ريال للشخص يعني الحمات والولدها والعروسه، واش هادي دوزوا بها سيمانه، واش هادي غادي دوز لهم سيمانه، واش غادي كنشوفوا من الناس ولاو كيموتوا بالجوع تما. يعني حاطين لهم الخبيزه وزويته وخصهم يشريو منها البيض، يشريو منها هادي، وكيشوفوا والديهم يجلسوا بالجوع ما ياكلوش. الصراحه هاد النقطه ما عجبتنيش. هاد النقطه هذه اللي كان خاص يديروا شي سيده ولا هما يتكلفوا كيف ما كانوا في الاعوام اللي فاتوا. كانوا الناس كيتكلفوا بالمطبخ، كيطيبوا لهم اللي بغاو اللي تشهاوا. قال لك الماكله كانوا كياكلوا بيديهم برجليهم، ولكن دابا تغير هذا القانون، ولاو دايرين لهم الماكله الى المهم من البودجي ديالهم، كيتنقصوا لهم النقاط الا خسروا بزاف. المهم داكشي راه انا دوخني وما عرفتش الصراحه، ما عرفتش علاش داروا هذا القانون بحال هكذا. المهم نتوما لا كنتو فهمتوا هادشي اللي داروا ديال الماكله، كنشوفهم بان كيقول لك 3000 ريال يمكن يدوزوا بها اسبوع. صعيبه، جاتني صعيبه بزاف. المهم الخوت، تهلاو في راسكم، خليو لي الاراء ديالكم في التعليق، ما تنساوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد ومفيد باذن الله، وتهلاو في راسكم.